معلش هنرجع للورقة الأولى لأن أنا نسيت حاجة، وأنا يعني لما بصيت في الموديل اللي افتكرتها. آه، احنا طبعا لما حطينا البعد العمود، كل عمود في اتجاهه صحيح، في سواء طوله في اتجاه اكس او في اتجاه واي. نسينا نعرف بقى العمود ده ايه، ده اللوكيشن بتاعه انترنال ولا كورنر ولا ايدج. وزي ما قلت لكم دي بتفرق في الايه، يعني الاكسل بيفهم من الاوبشن ده او من الاختيار ده الماكسيمم سير ريشيو، او اللي هي الايه، اللي هي نسبه الاربعه والخمسه والسته في الميه اللي احنا ايه شرحناهم هنا طبعا. وقلنا يعني ايه مش مشكله، مش بلاش نرجع بقى، ارجع انت بقى للشرح. ان هم في 4 و5 و6%، 4 للانترنال، 5% للايدج، 6% للكورنر. احنا هنا ما عرفناش الاعمده بتاعتنا. طبعا احنا حافظين الترتيب 1 2 3 4 راسي، هو ماشي راسي في اتجاه واي بالزياده. فواحد ده هيبقى ايه، هيبقى كورنر، صح. بعد كده 2 هيبقى ايدج، بعد كده 3 هيبقى برضو ايدج، واربعة اللي هو هنا فوق هنا اللي احنا عاملينه هيدن هيبقى كورنر، صح. وبعد كده 5 هيبقى ايدج اللي هو ده. وبعد كده 6 و7 انترنال، وتمانية هيبقى ايدج. 9 هيبقى ايدج اللي هو ده. وبعد كده 10 و11 انترنال، واتناشر هيبقى ايدج. 13 هيبقى كورنر. 14 و15 هيبقى ايدج، الاتنين اللي هم على الطرف هنا هيبقى 2 ايدج. و ال16 هيبقى كورنر. تمام كده. معلش انا رجعت، يعني احنا نسيناها، معلش يعني جل ما لا يسهو، بس ايه برضو دي يعني مهمه عشان لما تبقى ايه تخش في تفاصيل تصميم، هتلاقي ان نسبه تسليح الماكسيموم المفروض يعني هتتوقف على الاختيار اللي انت هتختاره دلوقتي، اللي هو بتاع الكولوم لوكيشن. ماشي. طيب المفروض دلوقتي ان احنا ايه هنمشي كيس باي كيس اللي احنا خدناهم هنا في البرزنتيشن، كيس باي كيس، كيس واحد وكيس اتنين وكيس تلاته وكيس اربعه. تمام. المفروض اول كيس اللي هي النجلكت البي التيميت، والتصميم على الام التيميت بس، اللي هي التنشن فيلير زي ما قلنا في الشرح النظري. هتلاقي هنا مكتوب لك الاعمده بقى ايه لغايه 80. هتلاقي ايه كولوم يعني النمبر بتاعك. هتلاقي ال اكس وال واي برضه حطيتهم لك هنا برضه عشان تبقى ايه شايفهم يعني قصادك. عندك الحاله بتاعت اللي هي حاله واحد اللي هي نجلكت البي التيميت، في حاله لما يكون البي التيميت الاصلي اللي هو القوه الرئيسيه اللي على العمود اقل من 0.04 في الاف سي يو في البي في التي. وهنا زي ما انت شايف كده 0.04 في الاف سي يو في الاريا كونكريت بتساوي ايه، بتساوي 14 ومش عارف و28 والكلام. طبعا قيم صغيره جدا بالنسبه للبي التيميت الاصليه. لو رجعنا ورا هنلاقي البي التيميت بكام، هنلاقي ب 106 و216، يعني ارقام ايه، ارقام كبيره يعني. ففي الحاله دي ما اقدرش اعمل بي التيميت لان انا في الدور الاولاني، وده منطقي، اول دور ده شايل المبنى كله، احمال المبنى كلها، وبالتالي يعني صعب اهمل البي التيميت. هتلاقي وراها ايه يو شود. يو شود دي اللي هي يعني انا عامل نفسي كده زي ايه، خلايا تنبيهيه، يعني خلايا بتنبهني تقول لي ايه، تقول لي انت رايح فين وجاي منين، او انت ماشي صح ولا ماشي غلط. زي ما تشوف هنا، يعني انت شايف هنا بتقول لك جيت الاكسنتريستي من قوسين ايه الاكسنتريستي. ليه؟ لان انت خلاص البي التيميت ما ينفعش تهملها، والام التيميت برضه ما ينفعش ايه، ما ينفعش تهملها. هو عمل تشيك ولقى ان الام التيميت ما ينفعش تهملها، فجاب حاجه اسمها الايه الاكسنتريستي. ماشي. آم، طيب انا يعني معلش انا همشي قدام شويه، هتلاقي يو شوت دي موجوده في كذا مكان قدام. ليه؟ لان انت اليو شوت زي ما قلت لك دي بتنبهك، يعني انت لو عامل حاجه غلط او في حاجه اتغيرت نتيجه انت غيرت ابعاد القطاع مثلا، فيو شوت دي مثلا ممكن تلاقي لوك تو باك، هتلاقي هنا لوك تو باك يعني بص ورا، يعني في حاجه غلط بص ورا، انتبه لورا يعني. خلاص بتنبهك يعني وانت شغال عشان ما تغلطش، وبعد كده ترجع تغير حاجه يعني. يبقى من الاول كده انت ماشي على نور زي ما بيقولوا. طيب زي ما قلنا هنا اللي قال لك جيت الاي عشان البي التيمت ما ينفعش تهملها، فهتروح اوتوماتيك. طبعا هتلاقي ايه، لان الخليه دي مش الكيس دي مش متحققه، فهتلاقي السي بقى واحد مش برقم، وطبعا الجي المقابله ليها ما فيش حاجه، والاريا ستيل بتاعتها ما فيش حاجه. خلاص. فيعني عشان ما فيش ولا عمود من العمدان اللي احنا مصممها دلوقتي وقعوا في كيس واحد. لما جاب الاي الاكسنتريستي، قارنها طبعا بالبوينت او 5 من التي او ال 2 سنتي. طبعا والبوينت او 5 في التي او 5% من التي، البعد التي هو اللي بيقاوم العزم، يعني هو البعد اللي في اتجاه العزم. خلاص. عشان ممكن يكون البعد الصغير للعمود، ممكن يكون البعد الكبير يعني، وزي ما اتكلمنا واستفدنا هنا في الشرح بما فيه كفايه. خلاص راجع للشرح النظري. المهم هو جاب الاكسنتريستي بالصدفه، طلع كلهم ايه اكبر من الايه الاكسنتريستي المينيمم اللي هيقارن بيها، اللي ممكن يهمل الاكسنتريستي في الحاله دي طبعا ما اهملهاش لان كلها اكبر منه. خلاص.
طيب في الحاله دي اللي بعد ما قارن وجاب الاكسنتريستي لها اكبر من المينيمم بتاعي، فقال لك يو شود جيت بي بالانسد. زي ما اتفقنا لما الاكسنتريستي بتبقى كبيره يبقى انا ما اعرفش اهمل الام التيميت، وطبعا كيس واحد برضو ما ينفعش اهمل بي التيميت. ففي الحاله دي انا لازم اجيب الايه البي بالانسد اللي هتحدد لي اذا كنت هستخدم الانتراكشن دياجرام ولا هستخدم هجيب بقى عزم جديد اللي هو ام التيميت اس زي ما اتكلمنا في الجزء النظري. طيب كيس 2 لو كان البي التيميت بتاعتك اكبر من لو كانت البي التيميت اكبر من لا سوري، لو كانت هجيب البي بالانسد المفروض ان انت البي بالانسد دي هترميك على كيس 3. ليه بقى؟ لان كيس 3 اللي انت المفروض تجيب البي التيميت تقارنها بالبي بالانسد اذا كانت اكبر منها ولا اصغر منها. طب لو اصلا الاكسنتريستي دي كانت اقل من، يعني انا لو هنا كانت الاكسنتريستي اقل من، خلاص يبقى اوتوماتيك هتوديك كيس 2. كيس 2 اللي هي ايه؟ نجلكت الام التيميت والتصميم على البي التيميت ايه فقط. ولو تلاحظ على طول الاريا ستيل موجوده هنا، وهنعمل مثال على كيس 2 دي ان شاء الله، على كل كيس ان شاء الله هنشوف بس ايه يعني كيس باي كيس احنا ماشيين ازاي، العمود هيودينا فين، وبعد كده نقعد نلعب بقى في القيم بتاعتنا عشان نشوف كل كيس هنقدر نستخدمها ازاي ونشوف الاوتبوت بتاعها ازاي يعني. خلاص المهم هو هنا الاكسنتريسيتي زي ما اتفقنا طلعت كبيره، فمش هينفع اعمل الام التيميت، فمبقاش كيس 2 بقت كلها بزيرو، خلاص مفيش برضو العمود بتاعي مش هيخش على كيس 2، هيروح على كيس ايه 3. هنشوف بقى البي بالانس بتاعتي اللي احنا جبناها اللي هي ديت اكبر من البي التيميت ولا اقل من البي التيميت. طبعا احنا قلنا البي التيميت لما يكون اكبر من البي بالانسد معنى كده ان العمود كومبريشن فيلير، يعني هنصمم على الايه على الانتراكشن دياجرام. لو اقل يبقى المفروض ان انا ايه يعني البي التيميت بتاعتي الحقيقيه اللي على العمود اقل من البي بالانسد اللي انا جبتها اللي انا استنتجتها. المفروض لو اقل منها يبقى انا هجيب بقى ام التيميت اس جديده زي كيس 4 زي ما هنشوف كمان شويه. خلاص كيس 4 كيس 4 اللي هي هنجيب ام التيميت اس جديد اللي هي تنشن فيلير يعني. طب هي البي التيميت زي ما هو باين كده انها كلها اكبر من البي بالانسد، لان البي بالانسد دي هنا 73 كانت ورا كان 106 تقريبا، كانت 106 تمام. فيعني البي التيميت هنا برضو بالصدفه كل البي التيميت اكبر من البي بالانسد، فبالتالي هتلاقي جنبك يو شود يوز انتراكشن دياجرام، يعني يو شود تحت يوز انتراكشن دياجرام قصاد كل عمود. زي ما اتفقنا في الشرح النظري قلنا ان الانتراكشن دياجرام انا عندي اختيارين. تعال نكبر بقى الاكسلايه دي خلاص كده احنا ايه عشان احنا شغلنا كله هيبقى ملي هنا خلاص. زي ما اتفقنا ان الانتراكشن دياجرام في اختيارين، يا اما انا وده قلته انا في الشرح، يا اما استخدم انتراكشن دياجرام جاهز مرسوم زي ما اتفقنا هنا وزي ما شفنا هنا، وقلنا ان احنا هنوقع النقطه بتاعه البي التيميت في الاف اس يو في البي في تي راسيا، والام التيميت على الاف اس يو في البي في تي سكوير افقيا، وهنقاطع هنشوف نقطه تلاقيهم فين. يعني لو وقعتها مثلا طلعت هنا بين عند بوينت 6 مثلا، وهنا طلعت عند بوينت 2 تحت، يعني تقاطعهم مثلا جاب لك عند ايه عند الرو ب 24، خلاص هتروح واخد الرو ب 24 تضربها في الاف سي، وهو اوتوماتيك ما تضربهاش، هو هنا في الاكسل ايه هتاخد الرو هتيجي تروح حاططها هنا خلاص هيجيب لك الايه نسبه التسليح ماشي. طبعا ده في حاله انت استخدمت الاوبشن الاولاني، معلش نزوم كده عشان لو مش باينه. راحت فين؟ بيجري سنه صغيره بتجري. طيب هنا لو انت ايه لو خدت بالك يوز ريدي انتراكشن دياجرام، يعني انت استخدمت انتراكشن دياجرام جاهز زي ما اتفقنا. برضو ايه يعني تكير لو الرو بتاعتك عدت ال 24 يبقى انصيف، يبقى المفروض تكبر قطاعاتك. الرو دي ال 24 اللي هي الاخيره دي تمثل اللي هي اريا ستيل ماكسيموم اللي انت تقدر تستخدمها اللي انت تقدر تستخدمها في القطاع ماشي. غير كده يعني عدت خلاص ما تستخدمش القطاع انصيف، زود ابعاد على طول، انت كده وصلت الماكسيمم اريا ستيل. طيب قبل كده يعني مثلا محصوره ما بين ال6 وال8 او بين ال8 واللي وراها 10 خلاص، يعني خدها 10 مفيش مشاكل، عايز تاخدها 9 ماشي، لكن ما تاخدهاش 8، يعني لو هي محصوره بين 8 و10 ما تاخدهاش 8، يعني 9 يا 10 خلاص. طبعا لازم تلتزم بالتوزيعة الحديد اللي هو رسمها لك في القطاع. ليه؟ لان هو لما فرض الانتراكشن دياجرام ده زي ما اتفقنا في الشرح هو فرضه على الاريا ستيل ديت، على الاريا على التوزيع الاريا ستيل دي، فانت لازم تلتزم بنفس التوزيع خلاص. وطبعا تشوف الاف فيلد بتاعتك هي ايه منطبقه ولا لا على الشغل بتاعك، وطبعا ده الانتراكشن دياجرام زي ما مكتوب فوق يونيفورملي ديستريبيوتد ستيل، يعني الحديد بتاعك هيتوزع بطريقه يونيفورم يعني خلاص.
ده اللي احنا ايه يعني ريفرش سريع على اللي احنا قلناه في النظر. طب انت عايز ترسم انتراكشن دياجرام، طبعا النقطتين اللي انت هتوقعهم انت مش محتاج تحسبهم، هو حاسبهم لك اهو، اللي هو الام التيميت على الاف سي يو في البي في تي سكوير، والبي التيميت على الاف سي يو في البي في تي. طبعا هو يعني هو حاسبهم لك، انت هتوقعهم هنا ايه، هتوقعهم على طول في الانتراكشن دياجرام انت هتستخدمه ماشي. وتجيب الايه الميو تحطها هنا مثلا، طلعت مثلا ب6 هيحسب لك ال سوري عفوا الرو هتحطها ب6 هيحسب لك الميو اللي هو مثلا ب1.8 او 2% ايا كان الايه على حسب الرو بتاعتك يعني. هيضربها في الاريا كونكريت سوري هيضربها في كام هنا مثلا، هيضربها في الاف سي يو في ال 10 سالب 4 يجيب لك الايه نسبه التسليح ماشي. طيب انت والله لا مش حابب تستخدم انتراكشن دياجرام جاهز، عايز انت ترسم الانتراكشن دياجرام بتاع القطاع نفسه اللي هو اللي انت فرضه في الاول وصممت عليه. هتروح دايس الاوبشن الثاني هتلاقي اختفى الجزء اللي هو بتاع الايه بتاع الام التيميت على الاف سي يو في البي في تي سكوير والبي التيميت على الاف سي يو في البي في تي، وشال لك الرو كمان معاك، وحط لك بس ايه ميو شوزنج اللي هي ايه اللي هي نسبه تسليح المختار اللي انت عايز تختارها يعني. وهتلاقي ظهر لك كده انتراكشن دياجرام زي ما انت شايف كده، وطبعا شكله غريب شويه، او اقول لك ليه شكله غريب. لان احنا مش مدخلين اصلا نسبه تسليح زي ما اتفقنا، اللي هو لما بيرسم انتراكشن دياجرام لما بيرسم لقطاع جاي موجود، فلازم القطاع ده يكون كامل ابعاد وتسليح. فاحنا احنا معرفين ابعاد لكن ما اخترناش تسليح اللي هو ميو شوزنج. فلو خدنا مثلا 3% هتلاقي ابتدى ايه شكله ابتدى يظهر اهو ماشي. طبعا ما تنساش تختار العمود بتاعك اللي انت ايه بتصمم يعني، انت عايز تشيك الانتراكشن دياجرام تختار من الليست دي. الليست دي طبعا ال 80 عمود بتاعنا زي ما انت شايف كده كل الاعمده اغلبها شرط. ليه؟ لان احنا عندنا 16 عمود بس اللي شغالين معانا، اللي هم اللي فعلا يعني فيهم نتائج او فيهم قيم، هم 16 عمود فقط تمام. وبالتالي هم بس اللي هتلاقيهم في الايه في الليسته او في الدروب ليست ديت، هم بس اللي هتلاقيهم والباقي كله شرط. طبعا لو على 80 عمود انتراكشن دياجرام هتلاقيهم ظاهرين عندك هنا 80 عمود. فهتختار العمود الاولاني مثلا زي ما انت شايف كده، اداك حدود الخط الازرق ده او اللبني مثلا دوت الغامق شويه، ده خط اللي هو حدود القطاع بتاعتي الكباستي بتاعت القطاع. يعني ايه؟ يعني اقصى حد او اقصى فورسز يقدر يشيلها القطاع هي حدود القطاع ديت، اللي هي بقى اللي هي مجموع البي التيميت والام التيميت مع بعض عند كل نقطه. زي ما انت شايف في نقطه بره كده شاذه، دي النقطه الفورس الاكشوال او القوه الفعليه او الستيرنج اكشن اللي وقع على القطاع فعليا، اللي هي البي التيميت والام التيميت نتيجه يعني المفروض النقطه دي تمثل البي التيميت ب 106 وتمثل الام التيميت ب 30.43 خلاص 20 سوري بوينت 43 تمام. فالنقطه دي تمثل ايه ال القيمه دي. طبعا هي بره، وانا قلت انا لو تفتكر انا في اول لما دخلنا في الاكسل قلت لك بخبرتي ان العمود 30 في 40 ده على المومنت 20 متر طن ده كتير، فبخبرتي المتواضعه يعني ان هو مش هيسيف. طبعا انا حاطط نسبه تسليح 3. انا العمود ده ايه لو يا طب تعالى نجرب كده نحط مثلا حديد 7% وشوف هيقول لك ايه. 7% قال لك لا تزيد عن نسبه تسليح القصوى. العمود ده لو تفتكروا العمود الاولاني ده كان كورنر خلاص، فاقصى نسبه تسليح اقول له ماشي اوكي ريتراي. اقصى نسبه تسليح كان 6 لو تفتكروا، لو حطيت 6 هيوافق. ليه؟ لان خلاص هو الماكسيمم بتاعه 6. طبعا لو حطيت 5 اقل مفيش مشاكل. خدت بالك انت ال5 يا دوبك النقطه دخلت جوه، يعني سيف يا دوبك على الايه يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي عندنا بلغتنا العاميه على حركرك يعني. طب هنا على ال6 لو خدنا 6 6 سيف بزياده طبعا، يعني كده انا ايه مستخدم اقصى نسبه تسليح ممكنه في القطاع دوت، فهو سيف على ال6 على 6%، وطبعا دي نسبه تسليح كبيره طبعا بالنسبه للقطاع الصغير اللي هو ايه 30 في 40 على ما اتذكر يعني. طيب ده بالنسبه للقطاع الاولاني. تعال بقى نوحد كده ناخد قيمه المينيمم بتاعه الاربعه ايه السي ب4 عشان احنا بقى ايه خلاص عرفنا الطريقه ازاي، ونوحدها على ال 16 عمود بتوعنا ماشي. تعال بقى نشوف عمود 2 نبتدي ب2 مش هننط على 3 كده 2 نقطه جوه. ممكن تريح بقى مثلا القطاع شويه تحطه 3 مثلا 2 ونص، يعني حاول بقدر امكانك النقطه دي تبقى جوه قوي، يعني ما تبقاش على الطرف بالظبط على الحدود بالظبط ماشي. في نقطه مهمه برضو حابب انبه ليها، الكيس الانتراكشن دياجرام لازم النقطه دي تبقى واقعه ما بين الخطين دول، الخط الاخضر والخط الاحمر. يعني لازم تبقى في الزون دي زي ما اتفقنا هنا في الشرح، ان هي انت مش هتستخدم انتراكشن دياجرام الا في الحاله دي فقط، ان البي التيميت بتاعتك اكبر من بي بالانسد، والخط الاخضر ده يمثل بي بالانسد، النقطه دي تمثل بي بالانسد والام بالانسد خلاص. فالنقطه بتاعتك بتاعت الفورسز لازم في كيس الانتراكشن دياجرام لازم تبقى في المنطقه دي، يعني هي لازم تبقى في الحته دي، مش هينفع تخرج غير عن الحته دي، لان هي دي الحاله الوحيده اللي هنستخدم فيها الانتراكشن دياجرام ماشي. طيب العمود 2.5% حلو قوي مظبط يعني القطاع مرتاح برضو. العمود 4 او العمود الثالث اللي هي نسبه التسليح بتاعته 4
مريح قوي نختارها مثلا 3، او يعني تقعد بقى ايه تلعب تختار بقى، تعالى ناخدهم بقى على طول كده مش مشكله، احنا ناخد مثال، احنا كده كده مش هنصمم يعني ايه، مش هنطلع لوح انشائيه، فايه فانت مع نفسك بقى تقعد تقلل التسليح وتظبط وتوفر زي ما بنقول كده، وفر في القطاعات ووفر تسليح، ما تزودش التسليح وخلاص، وتقول لي النقطه مثلا نقطه تبقى هنا مثلا، وتقول لي طب ما هي كده سيف، لا طب ما هي بعيده قوي جوه، ده مور سيف يعني مش سيف بس. ف يعني انت بقى اعمل ترايلز مع نفسك، انا عرفتك الطريقه، مثلا 5 سيف برضو، 6 سيف، 7 سيف، 8 يا دوبك على الطرف، 9 ماشي، 10 11 12 يا دوبك على الطرف برضو، 13 13 انسيف، 13 يبقى 16 15 14 13 اللي هو ده. 13 تعال نحطها 5 يا دوبك برضو، طب تعال نحطها 6، يبقى ده العمود الكورنر لانه قبل الست. طب ما تيجي ناخد بقى عمود كده من في النص ونشوف كده، لو 5 رفض، ده العمود ده انترنال على طول من غير ما تفكر، العمود ده انترنال لان اقصى نسبه تسليح 4. هي دي الفكره اللي انا قلت لك هنا، لازم يعني تعرف العمود بتاعك انترنال ولا كورنر ولا ايدج، عشان هو اوتوماتيك هنا هيقارن نسبه التسليح الماكسيموم باللي انت اخترته من ورا، وبالتالي هيقول لك ايه، يقول لك لا خلي بالك دي نسبه التسليح كده عدت الماكسيموم. ماشي طيب، دي كده الانتراكشن دياجرام. برضو عشان ايه يعني، لو تلاحظوا مفيش ولا عمود للاسف جالنا اي كيس 4 ولا 3 او كيس 2 قصدي، ولا كيس 1، فاحنا ايه هنقعد بقى نلعب في العزوم او نلعب في الفورسز لغايه ما يجيب لنا بقى ايه باقي كيسز، عشان نعرف يعني ايه برضو يبقى خدنا كل الكيسز معانا، عرفنا ازاي نستخدمها يعني. طيب لو عايز احول الاعمده دي كيس 1 اعمل ايه؟ انا عايز المفروض ان البي التيميت نيجلكتبل يعني قيمه مهمله. امتى البي التيميت ممكن تبقى نيجلكتبل او ممكن نهملها؟ يعني في الموديل مثلا هتبقى فين؟ عندي فورم شيب في 4 شغل. غالبا ما بتبقى البي التيميت، او مش غالبا ده يعني اساسي انها بتبقى فوق اقل يعني في اخر دور. خلاص تعالى نلغي الجوينت دي عشان بتتعب لي العنايه بصراحه، انا ببقى بتضايق جدا من الجوينت وشكل الجوينت. غالبا ان العمود فوق في الدور الاخير بيبقى البي التيميت بتاعته اقل. وبالتالي خلينا ندرس العمود بقى ايه، يعني خلينا ندرس الاعمده كاننا خدنا على الدور العلوي يعني اخر دور. ففي الحاله دي هننقص البي التيميت بتاعتي بقيمه 6 ادوار، يعني خلي ده دور واحد فقط، هتلاقي البي التيميت اوتوماتيك قلت. ماشي طبعا احنا ما قلناش الابعاد فهنسيبها زي ما هي. العزوم ما غيرناهاش، تعالى برضو نشوف العزوم يعني. ودي كويس، دي نقطه برضو عشان نفتح البرزنتيشن الباوربوينت دوت ونشوف. انا كنت متكلم في الموضوع ده وقلت لكم لما نتعرض لها هتكلم فيها تاني في الموديل، يعني لما نشتغل على الموديل هتكلم فيها تاني. احنا المفروض ان احنا شغالين على كومبينيشن ارس كويكن اكس الكيس المينيموم صح كده، والام 3 ماشي. لو تلاحظ العزوم ما قلتش، يعني اللي هنا لما انا قلت لكم مش وجهات النظر التصميميه في اخر شريحه، لما قلت لكم ان هو في ناس بتصمم ايه، بتصمم التصميم الاعمده تصميم كامل بتاثير العزوم بس في الدور الاول اللي هو تحت، وايه وتقعد تعمل قص وتطلع فوق من غير ما تدرس اخر دور عليه اعمده، عليه مومنت قد ايه الاعمده بتاعته، عليه عزوم قد ايه، هي بس ايه يعني بتقص وخلاص، تقص تسليح وتقص خرسانه وخلاص كده، هي كده واثقه في النتائج. وزي ما انت شايف العزوم فوق كبيره والبي التيميت قلت، ومعنى كده يعني العمود ده يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى تنشن فيلير، يعني المفروض يبقى يتسلح كانه كاميرا مش متسلح كانه عمود. طيب تعالى بقى نشوف، يعني هنفترض المومنت هو بدل بقى ما نعمل بقى نطلع المومنت تاني وندخله، يعني المفروض انت بقى يعني تعمل اللي احنا عملناه من شويه، اللي هو ايه، اللي هو تطلع بقى السترينج اكشن وتشوف الام 3 ده في اكس ولا في الواي وتدخل وتعمل القصه اللي احنا عملناها دي تاني. بس يعني ايه عشان نخسر الوقت هنعتبر هو نفس المومنت، بما ان هنا شكله كده قيم كبيره يعني مش صغيره. خلاص طيب هنفترض نفس المومنت. تعالى بقى نشوف ورا ايه، احنا بس البي التيميت هي اللي اختلفت. تعالى نشوف ورا ايه اللي حصل، تعال نشوف ورا ايه اللي حصل. معلش انا هرجعها تاني، هرجعها 7 ادوار تاني عشان كنت عايز اقول لك حاجه. 7 ادوار معلش تاني. المفروض ان انت لما هي الاعمده كلها اتحولت لكيس 3 يعني كلها بقت انتراكشن دياجرام اوتوماتيك، المفروض بقى يعني خلاص انت كده صممت يعتبر. هتلاقي هنا بقى في الفاينل ديزاين ريزلتس او النتائج، يعني اللي هي نتائج النهائيه او الملخص بتاع التصميم بتاعك، هتلاقي رقم العمود بتاعك وهتلاقي ديزاين 4 يعني تصمم على ايه، على ام التيميت بس ولا البي التيميت بس ولا الكومبايند ما بينهم. دي بس انديكيشن، يعني هو بيعرفك يعني انت عملت ايه او هي الديزاين بتاعك كان ماشي ازاي يعني واخره كان ايه.
الدايمنشن برضو زي ما هي هينزلها لك. الاريا ستيل بالسنتي زي ما قلت لك، انا بحس الارقام بالسنتي افضل، هينزلها لك. وهيقول لك ايه، هيقول لك هنا ان الحديد بتاعك ده متوزع فين، distributed in all sections ولا تنشن سايد. هتلاقي ايه هنا تنشن سايد على حسب الكيس بتاعت العمود. طبعا الكيس بتاعتي ام وان اللي هو اللي هو الانتراكشن دياجرام، وبالتالي الحديد هيتوزع هيتوزع ديستريبيوتد، يعني هيتوزع ايكوالي يعني على القطاع. نسيت اقول لك برضو ان الانتراكشن دياجرام اللي انا رسمه دوت بفرض انا فارض ان الاريا ستيل مقسومه على الاربعه. يعني الاريا ستيل توتال بتاعتك دي لكل جنب من اجناب العمود بتاعك هيبقى واخد ربع قيمه الاريا ستيل التوتال. ماشي، يعني هتروح حاطط العمود الاريا ستيل اللي طلعت لك دي على الاربعه، هتروح حاطط ربع في جنب، ربع في جنب، ربع في جنب، ربع في جنب، يبقى الاربع اجناب هيديك الاريا ستيل توتال. تمام، هي دي بس ايه نقطه مهمه جدا لازم تلتزم بيها، لان الانتراكشن دياجرام ده مرسوم على الفرض دوت يعني. تمام. طيب انت هنا يقول لك ديستريبيوتد فين في القطاع كله ولا ناحيه الشد، لو هو مثلا لو هو تنشن فيلير يعني. وهتلاقي هنا جنبك القطر هتختاره من الليست ديت بقى 32 الاقطار اللي انت متاحه بالنسبه لك، وهيجيب لك النمبر اوف السياخ يعني في العمود بتاعك. ماشي، دي بس ايه يعني انا حبيت اقولها عشان خاطر ما نرجعلهاش تاني بقى. يبقى احنا كده نصمم كل كيس باي كيس بقى ورا، نحاول ايه نشوف الكيسز الباقيه اللي احنا ما احتكناش بيها، نشوفها دلوقتي هنجيبها ازاي. زي ما اتفقنا الكيس اللي هي نجلكت البي التيميت غالبا ما بتبقى في اخر دور، الدور العلوي، فعشان كده نرجع دور واحد بقى زي ما اتفقنا، ندرس في اخر دور، وهنفرض ان المومنت زي ما هو. وطبعا الكيهات بتاعتي ثابته لان الابعاد بتاعتي ما اتغيرتش بتاعت العمود، ونفس القصه برضه ربنا الابعاد ما اتغيرتش، فمش هغير يعني حاجه. وافترض السوي العلويه برضو ايه نفس القصه. المفروض ان انا اخد السوي ايه بقى هنا في الحاله دي. في الحاله دي المفروض ان انت تدرس السوي اللي هي عند اخر ايه ده. ماشي، مش الشورت كات بتاعها. انا كنت فاكر الستوري ريسبونس بلوت دي هي الايقونه دي، فطلعت مش هي. ماشي، ما علينا. هتيجي بقى انت ايه هنا في الدور الديسبيسمنت بتاعتك، هتختار ماشي هي صح كده. الموديل دي تخليها ايرث كويك ان اكس. ماشي، تعالى بقى كده وتختار بقى ايه فرق الطرح ما بين القيمتين دول. يعني مثلا دي كام، دي 4 سم، ودي 3.7، يعني الفرق ما بينهم مثلا ايه نص سنتي. خلاص، يعني سنتي خليها زي ما هي. يعني الفكره بس ان انت لما تاخد بقى الدلتا في الحاله دي هتاخد الفرق ما بين الاثنين دول، ودي قلتها قبل كده تقريبا. ماشي، طيب كده تمام. هسيبها زي ما هي الدلتات مش مشكله، انا كده كده يعني انا عايز بس اوصل للكيس اللي هي الايه كيس واحد يعني. هتلاقي ايه، هتلاقي العمود الاولاني زي ما هو برضو مش نيجلكت البي التيميت اللي هي نتيجه البوينت 04 في الاف سي يو في اريا كونكريت جايب 14.4 طن. السي واحد هتلاقيه بقى قيمه قريبه شويه تقريبا، هتلاقيه 15 طن، يعني فرق طن واحد بس. البي التيميت اكبر فما تحولش برضو، ما بقاش نيجلكت البي التيميت. بس في هنا ايه سي 6 وسي 7 بقى نيجلكت البي التيميت، وفي سي 10 وفي سي 11 بقى نيجلكت البي التيميت. تمام. الكفر اللي هنا دوت، ماشي، الكفر اللي هنا ده المفروض ان هو مستخدم في كل ايه في كل الكيسز اللي ورا. يعني الكيس دي مستخدم الكفر ده اللي هو الكفر ده مستخدم في كيس واحد وكيس اتنين وكيس تلاتة. خلاص، وما عدا كيس 4. كيس 4 ليها كفر جديد، ماشي، واقول لكم ليه لما نوصل لها. المهم نجلكت البي التيميت اوتوماتيك. هو انت هيروح حاسب السي واحد لان هو هيبقى الديزاين بتاعه للام التيميت بس. هيروح جايب السي واحد ومنها هيجيب الجي. جابهم منين السي واحد والجي؟ هو السي واحد طبعا بيحسبها، هيروح داخل هنا في جداول من التصميم هيشوف السي واحد دي فين، هيروح جايب مقابلها الجي على طول. هيجيب السي واحد ويجيب مقابل الجي، عشان كده انا حاططها هنا يعني. فهو اوتوماتيك لا تفاصيل التصميم هيروح حاطط لك الجي ويجيب الاريا سي ريكوايرد والاريا سي مينيمم وياخد لك الماكسيمم فيهم، ويروح ايه حاططهم لك هنا في الايه في الجدول اللي هو الفاينل ديزاين ريزلتس ده. خلاص، هتلاقي هو ايه ام التيميت تقول لي هو سي 6 وسي 7 زي ما اتفقنا نيجلكت البي التيميت يعني. وقال لك ايه تنشن سايد اللي هو ايه الحديد بتاعك ناحيه الايه ناحيه التنشن. تمام. تمام. طيب كده احنا ايه خدنا كيس واحد. برضو ايه احب ارجع تاني البرزنتيشن اللي انا قلته ده، يعني يؤكد فكره ايه نلغي الشارت دوت او الدياجرام ده.
ده يؤكد فكره ايه، فكره ان انت لما بتطلع فوق وبتقص مش معنى كده انت خلاص انت سيف، لا انت في حاجه يعني لازم تشيك على الادوار العلويه، لان المومنت فيها اعلى من البي التيميت. تمام. وده اللي انا قلته هنا في الايه، في الوجهات النظر التصميميه، لما قلت لك ايه لما نفتح موديل هبقى ايه اناقشها لكم تاني يعني، او نرجع عليها تاني. خلاص. ومهما برضو ايه يعني يعني ممكن برضو مهما تزود في البي التيميت ما تسيفش معاك، اللي هي ال 20% عمال تزود ابعاد 20% ومش عايز تسيف معاك. تمام. ممكن. اول شرط بقى اللي هو تصميم الاعمده على اقصى حمل راسي واهمال العزوم. واهمال العزوم على اساس ان العزوم دي مش هتحصل في الحقيقه الا لما المبنى كله يبقى يعني متحمل بكامل اللايف لود. الفكره بقى هنا ايه، ان لما بيجي يصمم مثلا العمود ده ياخد البي التيميت بتاعته ويقول لك خلاص انا اصمم بي التيميت بس كده من غير عزوم. طب يا عمي، طب العزوم اللي نتيجه يعني تعال نعرض الكيس بتاعت 1 و6 الديد و1 و6 اللايف. خلاص. وندوس ابلاي. في عزومه اهي ناتجه عن الكيس اللي هي الايه 1 و6 الديد زائد 1 و6 اللايف. يعني الكيس دي بس جايبه لك عزوم برضو على العامده اهي، ولو تلاحظ فوق بتكبر عن تحت. طيب الكيس دي لما تيجي انت تصمم بقى الاعمده اللي هي اللي تحت يقول لك انا هاخد البي التيميت بس. طب يا سيدي المومنت، قال المومنت لا، المومنت اصله مش هيحصل. المومنت ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ عشان المبنى مش بكامل اللايف لود بتاعه، فبالتالي اللايف لود مش كامل، فالمومنت ده مش هيتحقق. طب ما انت ليه واخد البي التيميت طيب؟ على اساس ان المبنى كله هيتصمم بكامل احماله اللايف لود. ما انت لما تيجي تاخد الاكسيال فورس بتاخدها كلها نتيجه الواحد واربعه ديد زائد 1 و6 اللايف. اشمعنى في المومنت قلت لا انا مش هاخد المومنت كله، او عشان خاطر اللايف لود كله مش هيتحقق؟ طب ما انت خدت البي التيميت كلها صح. فمش يعني هي اصلا يعني وجهه نظر يعني مناقضه نفسها يعني اصلا. ماشي. فدي برضو ايه يعني النقطه الثانيه اللي حبيت اتكلم فيها بالنسبه للشرح النظري يعني. برضو ايه هنا لما الكيس دي اتحولت لبي التيميت، نجلكت البي التيميت، لو تلاحظ هنا ايه ما بقاش الاكسنتريستي خلاص ما فيش مومنت يعني. ف خلاص هو اوريدي هو بيصمم على المومنت بس يعني، فمش محتاج يجيب اكسنتريستي، فتلاقيها بصفر اهو. لو تلاحظ هنا يوشود قال لك ايه، قال لك لوك تو باك. يعني بص بقى ورا، يعني انت ممكن تبقى باصص هنا مثلا وشغال وانت غيرت القطاع وانت فاكر عمال تدور على الكيس فين، مفيش كيس هنا. لا هو هنا قايل لك لوك تو باك، يعني خلاص القطاع اتحول لكيس ورا يعني، او بص ورا في حاجه انت غيرتها. ماشي. دي زي ما قلت لك دي بس توضيح وتنبيه ليك وانت شغال عشان ما تمشيش وترجع في الاخر تغير حاجه. طيب دي كيس الواحد. لو تلاحظوا ما جالناش اي كيس اتنين. طب كيس اتنين بتحصل امتى؟ عشان برضو نشوف كيس اتنين، نلعب في القيم اللي ورا دي بحيث انها تجيب لنا كيس اتنين. كيس اتنين بتحصل امتى؟ لما يكون مفيش بي ام التيميت. خلاص. لما يكون مفيش ام التيميت وديزاين فور بي التيميت اونلي، ودي سهله جدا. هنيجي هنا مثلا ايه يعني نرجعها تاني 7 ادوار. خلاص. اللي هي البي التيميت كامله يعني. وتعالى بقى يا عم نلغي المومنت ده خالص زيرو. عشان ايه؟ عشان إيه؟ ما بقاش في عزوم خلاص وانا شغال، ويبقى ديزاين فور بي التيميت بس. برضو ما اتحولتش ليه؟ عشان في عزوم نتيجه السوي. نفترض ان هو بريزد ستراكشر عشان يبقى شورت يعني كولوم، ونخلي الدلتا بصفر. انا عايز الغي العزوم على فكره بس مش اكتر. تعالى كده نشوف برضو. ماشي. في برضو نتيجة ان يعني نتيجة ان في مومنت نتيجة لونج في بعض الاعمدة لونج يعني، فجاب لك ايه اما نتيجة الباكلينج مفيش سوي خلاص كله بصفر، ففي عزوم نتيجة الباكلينج. فهو برضو ايه في اعمدة ما حولهاش. احنا يهمنا عايزين ناخد عمود بس او عمودين مش مشكلة. لو تلاحظوا برضو العمودين 6 و7 واللي هم اللي في النص، على فكرة العمودين دول اللي في النص اللي هم اكبر عمودين يعني او اكبر اعمدة اللي هم 4 الاربع اعمدة اللي في النص اللي هو 6 و7 والتانيين دول. ماشي. 6 و7 ولا كام؟ 6 و7 و 11 و12. ماشي. 11 10 و11. تمام. لو تلاحظ هنا هتلاقي الاريا ستيل دي قيمه الاريا ستيل في بالسالب. لو تلاحظ انها قيمه بالسالب، وهتلاقي اريا ستيل مينيمم حاطط لك المينيمم اريا ستيل وكاتب لك هنا النوتس او ملاحظه فيري بيج دايمنشن. ده معناه ايه؟ معلش هرجع للمعادله الاولى اللي انا جبت منها اصلا ايه الاريا كونكريت. المعادله دي كانت زي ما انتوا زي ما شرحت من شويه ان هي ايه، انها اصلا بيجيب اريا كونكريت نتيجه البي التيميت خلاص، والفاكتور اللي اس اللي احنا قلنا اتكلمنا عنه. الفكره ان انا معايا البي التيميت وخلاص فرضت الاريا كونكريت خلاص، فانا المقبول عندي هنا في المعادله دي بقى بقى الاريا ستيل، ما بقاش اريا كونكريت لان انا اوريدي فرضت الاريا كونكريت خلاص. فانا جبتها بقى بالراجع.
هنا جبتها بالراجع، بحيث ان هو يجيب لك اريا ستيل بالراجع. فالاريا ستيل لو جبتها بالراجع والابعاد بتاعتك كبيره، ابعاد القطاع اللي انت اخترتها كبيره، هي هتبقى تطلع لك بالسالب. وجرب كده المعادله وشوف. لو انت ايه الابعاد فرضتها ومعاك البي التيمت اصلا اللي جايه من الاحمال بتاعه الموديل بتاعتك، الاحمال الرئيسيه، وفاضل لك اريا ستيل، لو جبت الاريا ستيل بالراجع هتلاقيها ايه، لو الابعاد كبيره بتاعه العمود هجيب لك اريا ستيل بالسالب. عشان كده انا ضفتها هنا ايه، كتبت جنبها نوت ان فيري بيج دايمنشن، عشان تنبهك انك ترجع تغير الابعاد تصغرها شويه. خلاص، وجنبها الاريا سي مينيمم. طبعا في الحاله دي هو بياخد اريا سي مينيمم على فكره، يعني انت مش شرط، هو هنا هياخد اريا سي مينيمم بس عامه يعني. وانا يعني اعتقد ان هو هنا هتلاقيه واخد على ام اهو. بص فعلا ما غيرش حاجه. بي التيمت اونلي اهو فعلا، بي التيمت اونلي اللي هو 6 و10 و6 و7 و10 و11، وبي التيمت اونلي والمتوزع في الايه في كل القطاع. ما غيرش حاجه لان هو خد المينيمم. لكن انا هنا بدي نوتس بس ليك انت، بحيث ان انت ايه تبقى عارف ان اريا ستيل لو جبتها بالراجع اللي هي المين الرئيسيه هتبقى بالسالب، يعني ابعادك كبيره. لو تحب ترجع تغير غير، لو عايز تسيبها كده سيبها، هو ياخد اريا ستيل مينيمم. خلاص، هتلاقي بقى ايه هو يعني هتلاقي 6 مثلا دوت كان محتاج كام نتيجه البي التيمت بتاعته، محتاجه ايه 40 في 90، في حين انت حاطط له 40 في 140، يعني ابعاد كبيره برضه. لو صغرتها، لو تعالى بقى نصغر مثلا الاكشوال ده نخليها مثلا تبقى 40 في 90 برضه زي ما هو عامل، هترجع ورا هتلاقي مفيش السالب ده ما بقاش سالب اهو، شفت ما بقاش سالب 31، واتلغت الملاحظه بتاعت الفيري بيج دايمنشن. ماشي، دي برضو ايه يعني كويس اننا تعرضنا لها واحنا شغالين. وبرضو ايه طبعا ده شرح وده شرح وده شرح. كده كيس 2 احتكينا بيها وعرفنا ازاي نستخدمها. طبعا كيس 3 احنا استفدنا فيها كتير، اللي هي بتاعت الانتراكشن دياجرام، خلاص استفدنا فيها كتير. طيب كيس 4 بقى، كيس 4 للاسف من لغايه دلوقتي ولا كيس حصلت لنا كيس 4 فيها. الكيس 4 في بي التيمت وفي ام التيمت كمان، بس البي بالانسد اقل من الايه، من ال بس البي التيمت اقل من البي بالانسد، لازم تبقى اقل مش اكبر. لو اكبر يبقى كومبريشن فيلير يوز انتراكشن دياجرام. ففي الحاله دي هنبقى ايه ناخد عمود متوسط. ليه؟ عشان تبقى البي التيمت بتاعته اقل شويه من البي بالانسد. هنرجع بقى العزوم تاني، الاكسل اللي احنا فاتحينها التانيه ولا مش فاتحينها اللي فيها العزوم؟ فاتحينها اهو كويس، ما قفلناش. تمام كده رجعنا العزوم، ونحط الدلتات بقى ايه بواحد وبوينت 35 زي ما كانت، عشان يبقى في عزم، يبقى معايا مومنت ومعايا بي التيمت. بس بقى بدل ما ناخد هنا الستة دي، 7 ادوار قصدي، نخليها مثلا دور متوسط، مثلا نخليه دور 3 ادوار بس كده مثلا. نشوف ايه اللي هيحصل. فعلا زي ما حصل زي ما توقعت، جاب لك ايه كيس 4. ليه بقى؟ لان المومنت مش مهمل، والبي التيمت مش مهمله، بس البي التيمت بتاعتك اقل من البي بالانسد اللي طلع. البي بالانسد هنا 73 صح، هتلاقي هنا كام؟ هتلاقي 4 ايه 45. تمام. ففي الحاله دي بقى يعني الادوار المتوسطه هنا في الحاله دي، لو افترضنا ان المومنت ثابت، طبعا المومنت هيتغير، هيبقى المفروض انها كيس ايه تنشن ايه، المفروض كيس تنشن فيلير. تمام. طبعا هو هنا مش جايب نتائج سي 1 وان 1 لان احنا مش مكملين نتائج، يعني لسه في قيم هنا مش ما كملناهاش اللي هي سي 1 والكفر. فهقول لك دلوقتي هنعمل ايه. المهم برضو هتلاقي يو شود اللي كانت هنا، اللي كانت مكانها انتراكشن دياجرام، يوز انتراكشن دياجرام، بقت مكانها ايه جيت نيو ايه ام دي وام، اللي هو المومنت الجديد والدبس الجديد لو هو محتاج دبس جديد يعني. خلاص. طيب انا هنا طبعا في كيس 4 حطيت لك ايه، طبعا احنا شرحنا كيس 4 وقلنا بنعمل ايه فيها، والاكسنتريستي بتخرج بره القطاع وبنرجعها جوه القطاع بمومنت جديد، واتكلمنا في الكلام ده باستفاضه يعني. الفكره زي ما قلت لك ان انا المفروض ان انت بتشوف قيم للسي ما بين 3 و4، لو افترضناها في الاول 3 كقيمه مبدئيه. انا هنا حطيت لك ايه، بيجيب لك على طول اوتوماتيك الدي المقابله ليها. تمام، يعني قصاد السي بيجيب لك الدي وبيقربها لاقرب 5 سم يعني. تمام. فيفضل تقعد تلعب في السي دي بحيث انها تجيب لك الدي واللي هي هتحط لها كفر اللي هي مثلا كام 10 سم، على حسب بقى السنس بتاعك. انت زي ما اتفقنا ايه هيبقى مثلا شايف المومنت كبير قوي على القطاع، فممكن يولد لي مثلا او يخلي لي احتاج صفين حديد او 3 صفوف حديد او 4 صفوف حديد، يعني على حسب السنس الهندسي، وده يتولد معاك مع الوقت يعني لما تصمم كتير. يعني يفضل حاول تظبط السي 1 مع الكفر بحيث ان هو يديك التي اللي هي بتاعه القطاع، اللي هي اللي بتقاوم العزم بتاعك. ماشي، يعني على سبيل المثال انا عندي هنا المومنت الفاينل بتاعي في القطاع كام؟ المومنت الفاينل هنا 13. خلاص 13. طيب ال 13 ده ام واي، يعني في اتجاه اكس، يعني البعد اللي في اتجاه اكس هو اللي بيقاوم. البعد اللي في اتجاه اكس العمود كام؟ 40.
صح كده؟ يبقى انت تظبط السي واحد دي بحيث انها تجيب لك دي زائد الكفر يديك التي ال 40. احنا هنا جايب لك دي اصلا لوحدها 40 من غير الكفر. فمثلا لو خلينا دي 3 و سوري خلينا مثلا 2 و8 هيديك 35. حطينا 5 سم كفر هيديك 40. تمام قوي. هل دي لو انا فرضت الفرض ده هيديني ام التيميت اس جديده؟ الام التيميت اس جديده دي لما اجيب منها السي واحد وارجع للشرح النظري هتبقى سيف ولا ان سيف؟ جايبه لك ايه؟ جايبه لك 2 و3 سي واحد وجايبه لك ان على الايه، يعني ان سيف. يعني ده معناه ان القيمه دي مش موجوده، ملهاش نظير في الجدول. سي واحد دي 2 و3، تعال نجيبها هنا. 2 و3 فين؟ مفيش 2 و3. اخري 2 6 4 5 2.6 4 5. وبالتالي مش هو ما لقاش السي، فهنا حط لك ايه؟ ما حطلكش قيمه، حط لك ان على ايه، ما فيش، هو مش شايف قيمه. تمام. طيب طب الحل بقى في الحاله دي خلاص الحل ان انا هزود السي واحد، ما فيهاش مناقشه يعني. حتى لو اضطريت ازود ايه، طبعا لو السي واحد لما تزودها هزود لك الدي وبالتالي هزود لك التي. ماشي، هزود، هعمل ايه؟ ما قطاع نصيب خلاص. طيب يبقى سي واحد هنا بقى نخليها مثلا 2 و9، نقعد نحبق وندبق فيها كده عشان ايه القطاع ما يضربش مني. هو القطاع خلاص عدى ال 40 سم بقى 45، فغصب عني هنخليها 3. 3 برضو مش سيف. 3 و2 3 و5 ماشي. 3 و4 انا عايز اضيق باقصى ما يمكن. 3 و3 3 و2 ماشي، يبقى 3 و3 اخر. 3 و3 السي واحد ماشي. 3 و3 دي المقابله متقربه الاقرب 5 سم، جابت لك ايه 45 سم. تمام. ومع الكفر اديتها 50 سم، يعني تي هنا في الحاله دي بقت 50 سم. ترجع بقى انت ايه تروح مغير هنا تي تخليها 50 سم. خلاص بقت التي هنا بتاعتك 50 ماشي. التي بتاعتها 50. الاي اس الجديده طبعا هو حسبها وجاب الام التيميت اس جديده وجاب السي واحد بقت 2 و7، بقت قصادها قيمه مقبوله. ممكن بقى في الحاله دي ترجع انت ايه يعني بما ان احنا كبرنا السي البعد اللي هو الخمس ال اكس خليناه 50 سم، ممكن بقى ترجع تقلل بقى السي تاني، تقعد بقى تلعب كده وايه ويعني تغير القيم. ال3 و2 قبلت، طب 3 و1 ما قبلتش، يبقى 3 و2 ماشي. 3 و2 خلاص. في الاخر بقى التي بتاعتك 50 زي ال اكس اللي هو البعد اللي بيقاوم العزم بتاعك الجديد الام التيميت اس، والسي واحد خلاص. وبالتالي جاب لك الام التيميت اس على الدي، وراجع بقى الجزء النظري الجزء ده اتكلمنا فيه، وجاب لك الاريا ستيل مينيمم بتاعتك. طبعا كل بقى العمدان دي هتبقى نفس القصه. خلاص احنا شرحنا يعني شرحنا على كيس واحده الاعمده كلها يعني لما عملناها بس ايه لما درسنا عند الدور الثالث بس البي التيميت زي ما اتفقنا قلت عن البي بالانسد، وهتبقى تقل من البي بالانسد، وبقى تنشن فيلير. بقت الاعمده كلها 16 عمود اتحولوا ايه لتنشن فيلير. وفي الحاله دي طبعا زي ما اتفقنا ان العمود بيتسلح كانه كاميرا في الاتجاهين. لو انت بتصمم مومنت ريفرسبل يعني هيتعكس، هيروح مره ايه في الاكس ومره في سالب اكس ومره في الواي ومره في سالب واي، يعني التسليح هيبقى في الناحيتين زي بعضه. عشان ما حدش يجي يقول لي ايه، يقول لي انا هحط الحديد بقى في العمود ناحيه واحده اريا ستين والباقي الناحيه ما فيش حاجه، اقول له لا، في لو ريفرسبل العزم المفروض يتحط في ناحيتين خلاص، لان مره هيبقى زي ما قلت لك في الاكس ومره هيبقى في سالب اكس. طيب معلش انا بعتذر، انا اجهدت جدا الحقيقه. الفيديوهات ما كنتش متوقع انها يعني تطول معايا كده، وانا للاسف ما عنديش وقت، فمضطر ان انا اخلصهم يعني في يوم واحد يعني. فانا اجهدت جدا وانا بعتذر اذا كنت انا بقيت اتكلم بسرعه وده يعني ممكن يكون غلطني او لخبطني في حاجات كتير، او مثلا يعني بيوقع مني كلام كتير. بس يعني فعلا يعني ربنا يعلم انا مجهد جدا واعذروني يعني، بس انا بحاول قدر الامكان اخلص بسرعه. طيب السي واحد كده اعتقد ان احنا يعني بالكسر الرابعه احنا كده وصلنا خلاص الفاينل، اعتقد مفيش حاجه. طيب ناخد بقى اخر ايه، اخر ورقه ديت اللي هي ملاحظات هامه دي. الايميل بتاعي اهوت. لو في اي حاجه لقيتها واجهتها في الاكسل، لقيت فيه مشكله، لقيت فيه حاجه جل ماس، واحنا كلنا بشر معرضين للخطا يعني. فلو لقيت حاجه او ليك وجهه نظر في حاجه او عايز تعدل في حاجه، انا هسيب الاكسليه على فكره بالمناسبه مش هقفلها. يعني انا مش هقفل الاكسليه كخلايا مش هعمل لها بروتكشن بحيث ان ما حدش يقدر يغير في المعادلات. انا هسيبها كده انت وضميرك، مش لان خلاص هي بتتفك اصلا خلاص، كله بقى الاكسلات دلوقتي بقت تتفك لو هي معموله بروتكشن. فانا خلاص يعني انا هسيبها لكم كده بيدي لا بيدي عمرو. فخلاص يعني انت وضميرك. طبعا لو تسمحوا لي اقول اول ملاحظه من ملاحظات اللي هي مكسبي الوحيد هو دعائك فلا تبخل علي به. وانا بقول ليه كده لان انا الاكسل دي هحطها في الوصف بتاع
في وصف يعني في جزء الديسكريبشن بتاع الفيديو، لان انا لما احمل الفيديوهات دي هحط في جزء الوصف ان شاء الله بتاع الفيديو، احط رابط الاكسل دي ان شاء الله. فاتمنى ان انت يعني تبخلش عليا بالدعاء، لان هو ده المكسب الوحيد. ربنا يعلم انا تعبت في الاكسل دي ازاي، والله ما بقول كده يعني ابتغاء المدح، او انا يعني عايز مغرور بنفسي، او عايز اقول يعني ان انا اشوف انا عامل شغل عالي ازاي ولا حاجه. لا والله انا فعلا تعبت فيها، يعني واتمنى ان انت يعني طبعا لما تستخدمها ان شاء الله هتستفيد، فيعني تقدر هذا التعب والمجهود وتدعي لي فقط. انا ما بتاجرش في حاجه زي الناس اللي بعتت لي واتهمتني ان انا بتاجر في الاكسل شيت اللي هي اللي ابسط من كده بكتير، اللي هي كانت بتاعت الريسبونس سبيكترم. انا ما بتاجرش في حاجه. الاكسل شيت دي هحطها للناس كلها وتدعي لي، والدعاء عن ظهر الغيب مستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك كالموكل به امين ولك مثله. وفي حديث تاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. فأنا هو مكسبي الوحيد دعائك، فأرجوك ما تبخلش عليا بيه. تمام. زي ما قلت طبعا ايه، انا قلت الملاحظة دي بس عشان انا يعني الاكسل زي ما قلت انا هحطها لكم ان شاء الله باذن الله. اغلب الملاحظات دي انا قلتها، يعني اغلب الكلام ده انا قلته في الشرح، فيعني انت مش محتاج حاجه ان شاء الله. يعني ممكن تكون ايه برضو بص عليها، بص الملاحظات، وزي ما اتفقت لو في اي حاجه ابعت لي على الايميل ان شاء الله باذن الله. في حاجه ناقصه، انا يعني اتمنى ما اكونش نسيت حاجه. في ممكن برضو يعني كويس في الموديل برضو. كنت حابب اقول لك لو انت مثلا في ايرث كويك، الحمد لله افتكرت. في الايرث كويك لما تحب انت عايز تشيك على يعني انت عايز تعرف القيم القوى الافقيه اللي انت دخلتها دي قيم مقبوله ولا مش مقبوله، ازاي؟ تجيب ديسبلاي شو تيبلز وتعرض اناليسيز ريزلتس رياكشنز بيز رياكشن، مش عايزين الجوينت، عايزين بيز يعني الكليه. ماشي، وندوس اوكي. زي ما قلت لك ان كيس الزلازل بتعمل قوه افقيه. القوه الافقيه دي المفروض ليها ليميت عشان تبقى انت يعني تبقى انت شغال صح. القيم دي المفروض ما تعديش باي حال من الاحوال، ما توصلش ل 15% من وزن المنشأ. خلاص، فانت عايز تشيك على القيم دي، تشيكها ازاي؟ يعني عايز تعرف وانت شغال بكده بعد ما تخلص الزلازل او بعد ما تدخل كيس الزلازل، عايز تعرف هي بقى دلوقتي ايه قيمتها، مقبوله ولا مش مقبوله، عدت ال 15% ولا ما عدتش. لو عدت 15% يبقى في حاجه غلط، يبقى ترجع بقى تشوف انت كيس ديفاين بقى، تشوف الكيس بتاعتك داخله صح ولا غلط. لوت كيس، شوف الريسبونس بقى بتاعك الفاكتور ده صح ولا لا، بواحد ولا 9 و8 81 زي الكلام اللي احنا قلناه من شويه. طيب تعرفها ازاي بقى؟ عندك هتطلع اللود باترن اللي هي الايرث كويك ان اكس وايرث كويك ان واي. هتلاقي لو تلاحظ هنا ايه، دي القوه الافقيه اللي هي التيميت بتاعت الزلازل. لو تلاحظ انها متماثله في اتجاه اف واي واللي في اتجاه الاف اكس. ماشي، متماثله لان زي ما اتفقنا الايه الريجيديتي واحده والماس واحد والقوه الافقيه واحده، فايه فلازم تبقى متماثله في الاتجاهين. تمام. هتروح عامل ايه بقى؟ هتروح واخد الفورس اللي هي نتيجه البي التيميت اللي هي ايه، اللي هي 1 و2 الديد زائد ربع اللايف. خلاص، هتاخد الاف زد ديت بتاعتها وتقسمها تقسم الايرث كويك القوه الافقيه على الفورس دي. يعني تعالى كده نحسبها بالاله. يعني مثلا لو خدنا ده كده نشوف هياخدها كنترول سي ولا لا. كنترول سي. ماشي، خدها كنترول سي. ماشي اوكي. يبقى احنا كده ايه، خدنا القيمه دي في المقام، وهناخد اللي هي القوه الوزن يعني اللي هي بتاعت الايه، هي دي الايرث كويك ان اكس ولا لا؟ دي ماكسيموم. ماشي، ماكسيموم هي مينيمم مش مشكله. هتاخد بقى الايه الكيس بتاعت الايرث كويك في الافقي اللي هي كيس اللود بس كيس لوحدها اللي هي الافقي اللي هي الايه الايرث كويك، وتروح واخدها هنا في البسط وتقسم عليها، تقسم على الايه على الوزن بتاعك، الوزن اللي هو الاف زد. ماشي، بتاع الكيس. وتضرب كده ايه، طلع كام في المية؟ طلع 3%. خلاص، تضرب في المية، اداك ايه، اداك 2.9 يعني 3%. 3% القوة الأفقية هي 3% من الوزن الرأسي بتاعك أو الماس الرأسي بتاعتك اللي هي بتاعة المنشأ، ودي قيمة مقبولة. ماشي، هي صغيرة شوية بس ماشي مقبولة. طبعا القيم المعقولة بتبقى ايه 7 8% 9 كده. عدت 15 يبقى في حاجة غلط، يبقى انت ترجع وتعرف ان في حاجه غلط، ترجع بقى تعيد الريسبونس تاني وشوف انت غلطان في ايه. ماشي، دي برضو حبيت اقولها. برضو راجع بقى فيديو الزلازل بكل مواضيعه. ممكن انا اكون نسيت حاجه هنا متعلقه بالزلازل برضو ايه، لان انا مش موضوعي، انا عايز اصمم. فمثلا الانرشيات انا تقريبا ما نقصش الانرشيا بتاعت الاعمده.
انا دلوقتي يعني بفتكر معاك وانا شغال، لا ما نقصش الانرشيات، لازم انت نقص الانرشيا بتاعت الاعمده بالقيمه ال70% تقريبا اللي قال عنها كود، راجع برضو محاضرات الزلازل وبرضو البلاطات والكلام ده. يعني برضو ايه، انا بحاول افتكر معاك، ويعني ونشوف احنا ايه نسينا ايه او ما نسيناش ايه. تمام. طيب كده انا خلصت، واتمنى ان اكون ما نسيتش حاجه. و يعني نقول نختم بدعاء ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والكرب عن المكروبين، وأهلك أعداءك أعداء الدين، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، في سوريا والعراق وفلسطين واليمن، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا نحوهم يا أرحم الراحمين. طيب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش الدعاء ليا عن ظهر الغيب.